إذن لماذا تهتم الأنظمة بهذه اللعبة دون غيرها من الأنشطة المفيدة التي تساهم في بناء المجتمع؟ الجواب نجده في شواهد حية من دول العالم. ففي عام 1970 تألق منتخب البرازيل حيث اجتمعت فيه كوكبة من النجوم من بينهم بيليه وريفالينيو وتستاو. وحين فاز الفريق بالكأس بكى اللاعب توستاو حتى أغمي عليه، فظن الجميع أنها دموع الفرح، غير أنه اعترف لاحقا بأنها دموع الندم، لأنهم بذلك الفوز ألهوا الشعب البرازيلي عن قضاياه المصيرية وسمحوا للعسكر بتعزيز سلطتهم غير الشرعية بعد الانقلاب الذي حدث في البلاد على الرئيسة إيزابيل دي برون. وفي إحدى البطولات القارية طلبت حكومة السلفادور من حكومة الهندوراس السماح لها بالفوز بالبطولة بغرض إلهاء الشعب عن المشاكل الداخلية، لكن حكومة الهندوراس رفضت الطلب وفازت على السلفادور، مما أدى لنشوب معركة حقيقية غزت فيها جيوش السلفادور هندوراس كطريقة أخرى لإلهاء الشعب عن تلك المشاكل التي تعاني منها البلاد. أكبر إنجاز حققته أنظمة الدول المتخلفة هو أنها استطاعت إقناع شعوبها بأن التأهل لكأس العالم إنجاز كبير، وإن انهيار التعليم والصحة شيء عادي. وهنا يأتي السؤال: لو كانت كرة القدم لها حقا دورا كبيرا في نهضة الشعوب، فلماذا لا نرى دول العالم المتقدم الذي صعد القمر واخترع التكنولوجيا وامتد نفوذه في الشرق والغرب لا يبالغ في الاهتمام بها مثل ما تفعل الدول النامية التي تستنشق الجوع والفقر كل يوم؟ ولماذا لا نرى إسرائيل وهي لها اليد الطولى في كل شيء بالمنطقة سياسيا وعسكريا؟ لماذا لا تهتم بهذه اللعبة؟ لا سيما إنها تمتلك كل الإمكانيات المتاحة لجعل منتخبها منافسا قويا في المسابقات الدولية. الإجابة بكل بساطة لأنهم يعلمون أنه ليس باللعب وحده تتقدم الشعوب، وأن الدول التي تستمتع بقدر كبير من العدالة وينصرف جهدها لخدمة المواطن لا تحتاج لوسيلة تغطي بها على فشلها أو بطلان شرعية حكمها. فتلك القوانين لا تجدها إلا في دول الانقلابات والشعوب المغيبة.